في ظل غياب حكيم زياش عن مباراة المنتخب المغربي ضد كل من الغابون وليسوتو ضمن تصفيات كأس إفريقيا المغرب 2025، خرج حكيم زياش بتصريح اليوم يعبر فيه عن تقديره الكبير للجماهير المغربية. وفي مقابلة مع قناة النادي غالاتا سراي التركية، قال زياش: المغاربة يحبونني كثيرا، أشعر بدعمهم وتشجيعهم، وهذا يملأني بالفخر والاعتزاز بانتمائي لهذا البلد وهذا الشعب العظيم. شكرا جزيلا. ويعتبر هذا التصريح تأكيدا من زياش على اعتزازه بعلاقته الوطيدة مع الجمهور المغربي ورغبته في تقديم الأفضل دائما في مسيرته الكروية سواء على مستوى الأندية أو المنتخب. ويذكر أن وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي قد سبق وكشف عن سبب غياب حكيم زياش، حيث أكد أن زياش غير جاهز الآن، وعندما وضعت اللائحة كان قد لعب سوى 20 دقيقة بعد عودته من الإصابة. على زياش أن يسترجع لياقته الكاملة لكي يعود إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي. وتابع: لقد أخبرت زياش أنه عليه الاشتغال لكي يسترجع مستواها، وباب المنتخب مفتوح لها وليس عندي أي مشكل شخصية معها. المنتخب تغير عن المراحل السابقة، فالمنافسة أصبحت كبيرة بين اللاعبين، والجاهزية هي من تحكم اختيارات اللاعبين.